اكبر عيب في كلود كود او الاي اي كودنج ايجنت بشكل عام ان هي بتنفذ اللي انت بتقول لهم عليه. فلو انت ما كنتش دقيق قوي في اللي انت محتاجه، هيبدا ان هو يفترض حاجات ويتحمس ويبدا يكتب كود. ممكن يطلع اللي انت محتاجه او يطلع حاجه بعيده تماما عن اللي انت عايزه، ونفضل رايحين جايين عشان نعدل اللي احنا طلبناه. البلاننج مود في كلود كود بيحاول يحل المشكله دي بانه يشتغل زي سوفت وير انجينير، ويبدا ان هو يجمع الريكوايرمنتس، ويبدا ان هو يحدد الايدج كيسز، ويبدا ان هو يشوف من وجهه نظر اليو اي واليو اكس افضل تطبيق ليها يبقى ازاي. بس احيانا ما بيبقاش كافي. من هنا جت سوبر باورز عشان تطور البلاننج مود وتدي لك ورك فلو محدده، بتضمن كل مره الجوده بتاعه الكود، وكمان ان الريكويرمنتس تبقى مظبوطه بالظبط زي ما انت محتاجها. ايه هي السوبر باورز وازاي تستفاد منها اكبر استفاده؟ ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. لو سمعت عن سبيك كيت او جي اس بي او بي ماد ميثودز، فدول كلهم فريم وركس عشان ان انت تستخدمهم مع الاي اي عشان يرتب طريقه تفكيره او تجميعه للريكويرمنتس عشان تحصل على افضل طريقه. سوبر باورز هي فريم ورك زيهم، ولكن انا بالنسبه لي هي الافضل او هي الاحسن. وده اللي حاجات كتيره هنتكلم عليها. خلينا الاول نشوف سوبر باورز الميثودولوجي بتاعتها او الفلسفه بتاعتها ماشيه ازاي، وبعد كده نجرب مثال تطبيق عملي عشان تحس بقوتها. اول حاجه عندنا سكيل اسمها برين ستورمنج. دي الاول سكيل بتستخدمها مع سوبر باورز، بان هي بتبدا ان هي تجمع منك الريكويرمنتس. بيسالك شويه اسئله، تقريبا من 3 ل 5 اسئله عن الريكويرمنتس اللي انت محتاجها قبل ما يبدا في اي حاجه. الجميل في السكيل دي ان انت لو فيها فيجواليز، فيها يو اي، بيبدا ان هو يرسم لك اليو اي، يقول لك انت محتاج اليو اي ده ولا ده افضل، وتختار ما بينهم. ودي هنتكلم عليها اكتر. تاني حاجه في الفلسفه بتاعه سوبر باورز ان هو بيستخدم ورك تريز، بيعمل لك ايزوليتد ورك سبيس عشان يشتغل فيها. بعد كده بيبدا ان هو يكتب بلان، ودي شفناها في سبيك كيتس ان هو بيكتب بلان. الجميل هنا ان هو ممكن يكسكيوت البلان مباشره، او لو احنا عندنا البلان دي ممكن نقسمها على كذا جزء، بيستخدم السب ايجنتس. كل ايجنت بيبقى ليه كونتكست محدد خاص بيه، وبينفذ ممكن كمان ان بارallel. الفلسفه بتاعت سوبر باورز ان هو بيستخدم تي دي دي او تيست دريفن ديفلوبمنت، اللي هو بيكتب تيست الاول وبعد كده بيحققها، ودي هنتكلم عليها برضو. وبعد كده هو مع نفسه بيعمل ريفيو للكود اللي هو كتبه او ريفيو للبلان قبل ما يساين اوف ان دي خلاص تمام. الحاجات المميزه في السوبر باورز زي ما قلت ان هو تيست دريفن ديفلوبمنت. واللي ما يعرفش التيست دريفن ديفلوبمنت بتبقى عباره عن في الاول هو بيكتب تيست، فالتيست هتفيل لان مفيش كود يحققها، فبتبقى ريد. وبعد كده بيكتب مينيمال كود ان هو يحقق الريكويرمنتس بتاعه التيست دي، فتبقى جرين. وبعد كده يبدا ان هو يعمل ريفاكتور. طب دي مش افضل طريقه ان احنا نقسم الكود، ممكن نقطعه، ممكن نعمل فهكذا. يبدا ان هو يروح ريد جرين ريفاكتور، بعد كده يرجع تاني ريد جرين ريفاكتور لحد ما يحقق كل requirements. دي باختصار التي دي دي. الفيجوال كومبيننج دوت اللي اتكلمت عنه في الاول مع البرين ستورمنج، هو زي ما انتم شايفين هو بيقول لك الكرنت يو اي بتاعنا بالطريقه دي. فعندنا اوبشن ان احنا نعمل اوبشن A B او C، وكمان بيقول لك الريكومندد. هنا ده الريكومندد بتاعي ان انا اروح مع اوبشن B. فدي جميله جدا لو انت بتعمل يو اي، بدل ما تروح باك اند فورس وتقول له انا عايزك تعمل شبه ده ويعمل حاجه مختلفه. بيبقى الكوميونيكيشن ما بينك وما بين السوبر باورز عن طريق البراوزر او اليو اي. دي السكيلز لايبراري، هم 14 سكيل سوبر باورز بتعمل لها انستول. بس دي واحده من الحاجات اللي عجبتني مقارنه بسبيك كيت في فور اكزامبل، ان سبيك كيت انت لازم تحفظ امتى هتستخدم انه سكيل بالترتيب المعين وهكذا. لكن سوبر باورز عندها سكيل اسمها يوز سوبر باورز، بتنجكت كل السكيلز دي عندنا. فهو بيعرف ضمنيا انت هيستخدم انه سكيل. يعني انا مش هقول له روح استخدم برين ستورمنج، هو هيفهم ان انا محتاج برين ستورمنج. امتى هستخدم الرايتنج بلان. فانت هتحس كأن دي بقت في الدي ان ايه بتاعت كلود، وبقى هو بتستخدمها اوتوماتيك. ودي برضو حاجة من الحاجات الجميلة اللي بتخلي السوبر باورز بالنسبة لي هو الأفضل. يلا نبدأ، كفاية كلام نظري. هنستخدم الكوماند البسيط ده. خلينا نفتح التيرمينال ونرن الكوماند ده. بس كده بقى عندنا سوبر باورز. ولو أنا فتحت كلود دورت مثلا على سكيل زي برين ستورمنج هلاقيها موجودة عندي. ولو رحت على البلجنز وشفت البلجنز اللي معمول لها انستول، هلاقي ان انا عندي سوبر باورز انيبلد. تمام. في مثال النهارده عشان نجرب عملي، عندنا زي شات بوت كلون من شات جي بي تي. لو انا قلت له هنا هلو،
هو مربوط باوبن اي بي اي، اوبن اي اي، فهيرد عليا. فانا محتاج النهارده ان انا اعمل فيتشر. لو انتم عارفين الفيتشر بتاعه البروجكتس في شات جي بي تي، انا هطلب من سوبر باورز او من كلود ان كود ان هو يعمل لي الفيتشر دي. وتعالوا نشوف هيعملها ازاي. تعالوا نفتح في اس كود ونبدا مع بعض. وهنا انا هقول له I am building a ChatGPT style app. I would like to support projects feature with um, instructions for each project. تمام. خلينا نشوف هيهندل الطلب ده ازاي. هنا لو انتوا اخدتوا بالكم هو بدأ ان هو يستدعي سوبر باورز برين ستورمنج انترنالي، وده اللي كنت بكلمكم عليه. هي بقت في الدي ان ايه بتاع كلود كود وبيستخدمها في الوقت اللي هو شايف ان هو محتاجه. فما عنيش محتاج ان انا احفظ انه سكيل هستخدمها في انه وقت. لا، هو انترنالي بيهندل الموضوع ده. تمام. هنا هيبدأ ان هو يسألني ويجمع ريكويرمنتس، لان ما اديتلوش طبعا ريكويرمنتس كتير، انا اديت له برومبت بسيطه، وده كان عن عمد عشان اشوف هو هيتعامل معاها ازاي. هنا هيقول لك اوبشنال بروجكت، يعني اشات كان بلونج، يعني كل بروجكت كل شات لازم يبقى ليه بروجكت ولا لا. فطبعا هنا كمان بيقول لك ريكومندد، فانا هقول له طبعا اوبشنال بروجكت. الانستراكشن كمان هيقول لك الانستراكشن دي بتريبليس السيستم برومبت ولا بتضاف على السيستم برومبت. فهنا وات ايفر انا هختار ان هي بتريبليس السيستم برومبت. البروجكت يو اي هنا هيقول لك انت عايز سايد بار سيكشن وموديل وده ريكومندد ولا مينيمال نو نستنج يت. خلينا نقول مع الريكومندد برضو. زي ما انتم شايفين انا ما كانش في دماغي تصور واضح انا محتاج ايه، فهو هنا ساعدني كمان ان انا اعيد التفكير. لا ده انا ما كنتش عايزها كده خالص، ده انا كنت عايز البروجكتس تبقى في منيو في سايد بار، فاقول له اللي انا محتاجه. تمام. How should the chat get assigned to a project؟ هنا بيقول لك لو انت ازاي عايز الشات يتضاف للبروجكت. لازم اضيف نيو شات جوه البروجكت ولا انا اقدر اموف existing شات تو بروجكت. اعتقد ان انا هختار الاختيار الاول، وبعد كده يعني هنا ممكن اختار كذا حاجه كمان. يا جميل جدا. طيب الديليت behavior، when a project is deleted what happened to this chat. هختار ال recommended برضو. what fields does a project need for now. خلينا نقول ان هو محتاج النيم والinstructions فقط، او for fun هختار كمان الديسكريبشن. دي الانسرز بتاعتي. كده هو جمع requirements اكتر وبدأ ان هو يفهم انا محتاج ايه اكتر. الخطوه اللي بعد كده بعد ما جمع requirements هيبدأ يكتب بلان. والبلان بتبقى حاجه زي كده. لو احنا رحنا هنا خلينا نعمل زوم ان. لو انا رحت في الدوكيومنتس هلاقي عندي دوكيومنتس سوبر باورز. الاول صوره هيبدأ يكتب السبيك. سوبر باورز بيطلع ملفين فقط، واحد اللي هو السبيكس، ودي الريكويرمنتس من وجهة نظر البروجكت بشكل عام، مش خطوات، مش انا هعمل 1 2 3، لا انا هغير ايه ان جنرال، هعمل ايه ان جنرال. وبعد كده البلانز بتبقى اشبه بتو دو ليست. لو احنا بصينا هنا البلان بتبقى ستيب 1 هعمل كذا، ستيب 4 هعمل كذا. ودي بتبقى مفيده لو انا عندي مثلا كذا تاسك، ده تاسك رقم 1 ممكن اديه للايجنت، تاسك 2 هديه للايجنت، وهكذا. وده بالظبط اللي احنا مكسبكتينه ان هو هيطلع من السيشن الحاليه. فزي ما انتم شايفين هو هيقول لك انا ده السبيك بقى اللي انا هعمله. المفروض ان احنا نقرا بتمعن ان هو هيغير ايه في الموديل، هيعمل الموديل بتاع البروجكت شكله ازاي، هيربط ازاي كل شات بالبروجكت، هيغير ايه في السكيما وهكذا، هيعمل مايجريشن الاي بي ايز، كل حاجه هو كاتبها بتفصيل. فانا هنا هقول له ان انا خلاص. هو هنا يقول لك انت ده اللي انت محتاجه، انت ده اللي احنا متفقين عليه، ولا انت محتاج تعدل حاجه. لو محتاج اعدل حاجه طبعا هقول له، بس انا هقول له يس ده اللي انا محتاجه. فهيبدا ان هو يكتب السبيك. وكمان هو قام بيكتب السبيك. خلينا نفتح تيرمينال تانية.
هيعمل له كوميت جيت لوج. لو انا عملت لوج هلاقيه ان هو هنا ده اخر كوميت اللي احنا فيه دلوقتي. بعد ما يكتب السبيك هيعمل له كوميت، فانا هوريكم اللوج اللي هو هيعمله برضو. بس ده السبيك اهو. الجول ان احنا ناد projects feature to chat 9K. ده بروجكت جروب شاتس اند كرايتيريا، بيعمل جروب للشات وات ايفر. ودي القرارات اللي هو احنا اتفقنا عليها مع بعض، وده الداتا موديل اللي احنا وراه لنا واحنا واقفين عليه وهكذا. تمام. لو انا بصيت في اللوج هلاقي ان هو ضاف كوميت بالمعلومه دي اوريدي. تمام. هنا بيقول لي ان هو كتب الريكويرمنتس، وبيقول لي كمان ان هو يا سلام بيقول لي ان هو زود اختيارين من عنده، ان موف تو بروجكت دي هتبقى في الكباب منيو، مش هيبقى فيه دراج اند دروب انتراكشنز. هو ما جمعش مني ريكويرمنتس، فهو عشان هو عمل لها اسامبشن، فبيديني ان انت محتاج تبص ان دي معلومه مهمه يعني. وهنا كمان البروجكت اي دي ان هو هيبقى بلان تكست، وده كان اختيار طبعا عشان احنا لايت ويت مايجريشن ستايل. تمام. هقول له بروسيس، خش على اللي بعده ان هو هيكتب البلانز. هنا هيستدعي السكيل التانية اللي هي بتاعه رايتنج بلان، وفيها بالتفصيل التفصيل ايه المفروض يتعمل. بس هنا هو خلص البلان عندنا، فاحنا محتاجين ان احنا نراجعها ونتأكد ان الفايلات اللي هيغيرها دي هي الفايلات السليمة اللي احنا محتاجينها، والمايجريشن وكل حاجة لازم نراجعها واحدة واحدة. وبعد ما نراجعها بعد ما نراجعها هنقول له approved. تمام. هنا هو برضو بيعمل لنفسه، لو انت بصيت هيعمل سيلف ريفيو. تمام. ده جزء من الحاجات من الورك فلو بتاعته، ان هو بيراجع ويتاكد ان الريكويرمنتس هي بالظبط اللي احنا محتاجينها، فلقى ان في تايبو هنا فصلحه، ولقى ان في مشكله معينه فبرضه هنا صلحها. فدي برضه من الحاجات الجميله جدا ان هو بيعمل نفسه سيلف ريفيو. هو ظبط الدنيا كلها وعمل الكوميت للبلان. بعد ما السيلف ريفيو كومبليتد وكل حاجه كومبليتد، تمام، بيقول لك بقى ايه ده قرارك يا معلم. هل انت هنطبق دوت الستبس دي باستخدام السب ايجنتس which is recommended؟ كل ايجنت هياخد تاسك، عندنا 10 تاسك، كل ايجنت هياخد واحد، وكل ايجنت هيبقى ليه كونتكست خاص بيه. ولا انت عايزهم انلاين، واحد يخلص بعد كده يكمل على الباقي. طبعا الريكومندد ان احنا نستخدم سب ايجنت، فهقول له use sub agent. تمام. فهيستخدم السكيل بتاعت sub agent driven development، وهيبدأ ان هو ينفذ ال10 تاسكات. 2000 years later. واخيرا خلص التاسكات بتاعته. انا سبته بصراحه يطبخ واشتغلت على بروجكت تاني. هو خلص ال10 تاسكات تمام، وعلم عليهم ان هو تمام، وكمان عمل لنفسه كود ريفيو واتاكد ان كل حاجه تبع الامبلمنتيشن مظبوطه. وبعد كده استدعى السكيل الاخيره اللي هي finish a develop branch. وهنا بيطلب منك هل انت عايزه تعمل بوش وبعد كده تعمل بي ار، ولا هميرج لوكالي، ولا تسيب كل حاجه زي ما هي، ولا يا عم امسح كل الشغل اللي انا عملته ده كلام فاضي، ال 11 كوميت اللي هو عمله. طيب خلينا الاول نتاكد ان الشغل بتاعه تمام. انا هروح على كروم، والبروجكت بتاعنا هنلاقي ان هو ضاف هنا اول حاجه البروجكتس فولدر عندنا. طيب خلينا نجرب نشوف هل هي بتشتغل ولا لا. انا هضيف بروجكت، فتح لي موديل هخليه هسميه تيست، وهنا ديسكريبشن اوبشنال، اوبشنال فسكيب ريبلاي with I am اسماعيل 9K. خلينا نشوف الانستراكشنز هيعمل لها انكلود ولا لا. تمام. فانا دلوقتي عندي فولدر في بروجكت. طيب هضيف فيه شات. خليني اقول له who are you. نايس. فكده هو انكلود الانستراكشن زي ما احنا طلبنا منه بالظبط. طيب السؤال هنا، هل احنا كان ممكن نعمل نفس الامبلمنتيشن ده باستخدام كلود كود بلان مود بس،
اعتقد الاجابه كان ممكن، بس هيبقى صعب شويه وغالبا هيهيس في النص. هنا هو بروجكت كبير، يعني تاسك كبير، في داتا مايجريشن، في نيو داتا موديل، في ديزاين يو اي، في حاجات، فغالبا ما كانش هيقدر ان هو يمسك من اول الخط لاخر الخط بدون ما يعمل ميس الاينمنت. بالاضافه كمان ان هو بيراجع على نفسه، بيعمل تي دي دي. فكل الحاجات دي سوبر باورز هي خلتها ممكنه. بعد ما اتاكدنا ان كل حاجه شغاله تمام، خلينا نروح نقول له merge into main locally عشان نفينش كل حاجه. بس وكده يبقى التاسك بتاعنا خلص بشكل تمام.